الهرم المعجزة 5000 سنة عمر، 2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. احنا بنبني دلوقتي عمارات بالأسمنت والخرسانة والمسلح والحديد، وبعد ما ينزل البنا بشهر يقع. وده بقاله 5000 سنة، 5000 سنة عمر، و2,600,000 قطعة حجر متماسكة جميعها بدون أسمنت. وحجارة ايه ما شاء الله، الواحدة ما بين 2.5 طن إلى 15 طن. وسقف غرفة الملك لوحده، قطعة الحجر الواحدة في هذا السقف من الجرانيت وزنها 70 طن، يعني وزن قاطرة 6 حديد. حاجة غريبة. طب الحاجات دي رفعت ازاي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر، ناطحة سحاب 48 دور. طب ازاي الحجر ده اترفع للارتفاعات الشهيقة دي؟ ولا فيش لا كاميونات ولا جرارات ولا مقطورات ولا أوناش ديزل ولا أوناش كهرباء. طب حصل الحكاية دي ازاي؟ زمان في المدارس الابتدائي بيعلمونا في الكتب بتاعتهم ان الفراعنة بنوا حاجة زي الساتر الترابي كده حوالين الهرم، زي مصطبة ترابية من الطوب الني، وبعدين جروا عليها الأحجار دي فوق بكر من الخشب. حاجة تضحك، ده طبعا كلام فارغ. ازاي تجر قطعة جرانيت واحدة وزنها لوحده 70 طن على بكر خشب، وبتجرها على ايه؟ على طوب ني، على ساتر ترابي. طب ازاي؟ محال. انت عشان تعمل الحكايه دي لازم الاول تعمل تبه خرسانيه، وبعدين تجيب جرارات بعجلات ستيل، يعني صلب، عجلات صلب عشان تشيل 70 طن. انما حكايه انك تحط الحاجات دي على ساتر الترابي ولا على مصطبه ولا، وبعدين يبتدوا كان واحد يجر بقى 100,000 عامل طبعا يجروا، واخد بالك هيقفوا فين على الساتر الترابي دول؟ وبعدين ازاي بقى البكر الخشب ده يتغرز، وكله يغرز وكله يقع ويغطس مش ممكن. فدي في الواقع سذاجات. يعني هذه الأحجام من الحجارة عشان ترتفع الارتفاعات دي، مش بس هيتعمل ساتر ترابي ولا مصطبة كده حوالين الهرم. هما بيقولوا لنا في المدارس الابتدائي المصطبة دي هي تمثل السقالة، يعني لأن ده مبنى كبير فهيعملوا له مصطبة حواليه كله. ده زي ما أنا قلت لازم يتعمل مبنى مستقل قد الهرم 10 مرات، وعبارة عن تبة خرسانية هائلة بتلف حوالين الهرم، وبعدين يكون موجود الأوناش والمقطورات والكاميونات والعجلات الصلب اللي تشيل 70 طن. ولا طبعا ما حصلش. طب اترفعت ازاي؟ انا في نظري ان ما فيش اطلاقا تفسير للحكايه الخرافيه دي الا ان العلماء في هذا العصر كان عندهم وسيله سريه وعلم خاص بيلغوا بيه الجاذبيه الارضيه. يعني يعملوا اللي بيسموه دلوقتي الانتاي جرافيتي، او انهم يعملوا منطقه ضد الجاذبيه. الحكايه اللي بيحاولوها دلوقتي في امريكا وروسيا اللي هي الانتي جرافيتي. لازم العلم ده كان موجود زمان وكان وصل لدرجة الكمال، وكان في علماء بيقدروا بشكل ما يتغلبوا على الجاذبية. فطبعا إذا تغلبوا على الجاذبية يبقى الحجر اللي 70 طن يبقى وزنه ريش، خلاص انتهى الموضوع. وبعدين المسألة لم تقف عند هذا الحد، لأن هندسة الممرات اللي جوه الهرم، الغرف والفراغات، الصقل بتاع الجرانيت، يعني إن الجرانيت نبص نلاقيه جوه مصقول زي المراية. طب صقلوه ازاي؟ يعني ما فيش، نقف محتارين وما نلاقيش تفسير. وبعدين الحسابات العجيبة بقى لما تيجي تقيس بقى الهرم، فتلاقي ان المحيط نسبة، يعني المحيط مقسوما على ارتفاع الهرم يساوي 3.14%، اللي هي او النسبة التقريبية، اللي هي العلاقة الثابتة بين المحيط الدائرة وقطرها. يعني لما تعمل قياس للمحيط الهرم وقياس للارتفاع، تقسم المحيط على الارتفاع يطلع 3.14%، يعني يساوي مش بس كده، لما تخش في أوضة الملك برضو تلاقي
المحيط مقسوما على، تقسمه على الارتفاع بتاع قطن الملك تلاقيه 3.14%. التابوت تقسم برضو المحيط على الارتفاع تلاقي 3.14%. كل غرف الهرم بالشكل ده، تبقى مش مصادفة، تبقى دي في التصميم والهندسة نفسها. الناس بتوع رياضيات بقى، طب وليه عملوا كده؟ ده سر كمان لوحده. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل دي صدفة إن دي زي دي؟ ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافة بين الأرض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل هي مصادفة؟ وحدة القياس في الهرم اللي بيقولوا عليها البوصة الهرمية، طرح إنها بتساوي البوصة الإنجليزي تقريبا. مكان الهرم إن هو في النص بالظبط بالنسبة للقارات الخمس. وجوه الهرم اللي هي متجهة إلى الجهات الأساسية، شرق وغرب وشمال وجنوب، ومش أي شمال، ده بالذات الشمال المغناطيسي. وطبعا احنا عارفين في فرق بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي 4 درجات. فكونها الاتجاه بالظبط كده بالبوصلة، شرق غرب شمال جنوب، ومش أي شمال، ده الشمال المغناطيسي بالذات، دي مش بسيطة. الممر الدخول للهرم يشير إلى النجم القطبي، والدهليز الداخلي يشير إلى نجم الشعرى اليمني، كما لو كان الهرم ده مرصد. إيه الحكاية بالظبط؟ الكسوة الجيرية للهرم كانت أحد الحاجات البديعة. للأسف الزلزال بتاع سنة 1301 سبب سقوط معظم هذه الكسوة من الحجر الجيري، وما تبقى سرق وبني به مصر القديمة وأسوارها ومساجدها وبيوتها. ولغاية دلوقتي نشوف فعلا في الأسوار تلاقي حتت كاملة من حجر الهرم وعليها الرسوم الفرعونية. وكانت أصلا الكسوة دي بعد ما كسي بها الهرم كان الهرم أملس تماما، ويعني منقوش مطلب الذهب بنقوش ذهبية، وعليه جداول فلكية، وعليه خراطيش فرعونية وأسرار وأرقام وجداول وحاجات بالشكل ده. يعني طيب يعني ايه الحكايه بالظبط؟ يعني ايه حقيقه الهرم؟ احنا خدنا زمان في المدارس ان هو مدفن خوفو، وهذا معقول كل الهلمه دي كلها عشان يدفن خوف جواه؟ طب وايه سر الممرات اللي جوه؟ وان في اكثر. ارتفاع الهرم 149.4 متر، والمسافه بين الارض والشمس 149.4 مليون كيلومتر. هل دي صدفه ان دي زي دي؟ هل هي مصادفة؟ وحدة القياس في الهرم اللي بيقولوا عليها البوصة الهرمية، طرح إنها بتساوي البوصة الإنجليزي تقريبا. مكان الهرم إن هو في النص بالظبط بالنسبة للقارات الخمس. وجوه الهرم اللي هي متجهة إلى الجهات الأساسية، شرق وغرب وشمال وجنوب، ومش أي شمال، ده بالذات الشمال المغناطيسي. وطبعا احنا عارفين في فرق بين الشمال الجغرافي والشمال المغناطيسي 4 درجات. فكونها الاتجاه بالظبط كده بالبوصلة، شرق غرب شمال جنوب، ومش أي شمال، ده الشمال المغناطيسي بالذات، دي مش بسيطة. الممر الدخول للهرم يشير إلى النجم القطبي، والدهليز الداخلي يشير إلى نجم الشعرى اليمني، كما لو كان الهرم ده مرصد. إيه الحكاية بالظبط؟ مسألة مين اللي بنى الهرم يعني مختلف فيها برضه، وهم بينسبوا له خوفه لمجرد انهم شافوا خرطوش مكتوب عليه خنم خوفو. لكن خنم خوفو معناها بالهيروغليفية الله جل جلاله. الله، يعني ممكن الحكاية تبقى شيء مختلف خالص، خاصة ان خنم خوفو ده مش معروف بالنسبة للملوك الأسرات، ومالوش لا سيرة ولا تاريخ. وبعدين مسألة التاريخ المصري القديم الخلاف عليها على أشده، لأن الجماعة اللي بيقولوا إن الحضارة المصرية ابتدت من 7000 سنة، وإنها حضارة وثنية تعددية، وفي الإحصائية بتاعت العالم بروجش عدد الآلهة عند قدماء المصريين 2800 إله. في الناحية الثانية في كلام مختلف خالص. يعني المؤرخ مانيتون وهو أوثق
المؤرخين الفراعنة في يمن عن التاريخ الفرعوني، يعني هذا المؤرخ بيقول إن الحضارة المصرية ابتدت من 12500 سنة. وبعدين في أدلة قاطعة على إن الحضارة دي حضارة توحيدية، ما هياش حضارة وثنية. صحيح احنا بنشوف في التاريخ والهيروغليفيات والبرديات حكاية 2800 إله، لكن لما نقرأ كتاب الموتى نستعجب لما بيخاطبوا الله سبحانه وتعالى يقولوا أنت الأول وليس قبلك شيء. ده في كتاب الموتى، أقدم كتاب فرعوني. يقولوا أنت الأول، بيخاطبوا الخالق سبحانه وتعالى، أنت الأول وليس قبلك شيء، وأنت الآخر وليس بعدك شيء. وبعدين ربنا يقول في هذا الكتاب خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد. ده كلام صريح. الله، طب ايه ال 2800؟ ممكن نفهمها بان كلمة نتر في الهيروغليفية اللي احنا بنقول ان دي كلمة اله، ترجمة لكلمة نتر بالهيروغليفية، لكن كلمة نتر بالهيروغليفية معناها التفصيلي والحرفي اليد القوية، يعني هي صفة. فهل معنى كده ان 2800 هي 2800 صفة من صفات الاله الواحد؟ ويبقى في السعادي ده فهمنا كتاب الموتى، لأن كتاب الموتى صريح لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. يبقى إذا المسألة دخلها تحريف الكهنوت، زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات، وتكون النتيجة إن التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصلنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولأن اللي كتبه الأقوياء اللي هم كهنوت أو حكام، يعني القصر والكهنة هم اللي وصلوا لنا هذا الكم المحرف من المعلومات، وهم اللي خلقوا من 2800 صفة آلهة مستقلة، كل إله عاوز معبد وقرابين. وطبعا يدل على كده عشرات المسلات تشير بالإصبع إلى السماء، ده نوع من التوحيد. لما واحد يقول موجود، هو موجود بالشكل ده. فهي المسلات دي كلها مآذن التوحيد ومصاعد الدعاء اللي موجودة في مصر الفرعونية من أول شمال النيل لآخره. وبعدين احنا حتى لما نشوف الآلهة دول نلاقي أساميهم تستوقف النظر، يعني مثلا أتوم، أوزيريس، نوح. الله، طب ما هو دول آدم وإدريس ونوح، خاصة إن أتوم، الإله أتوم الإله الكبير، التعريف بتاعه في الفرعونيات إنه أول من نزل على الأرض. الله، يبقى صريحة بقى. يبقى إذا فعلا كعادة الجماعة التاريخ القديم كان لما الناس واحد عظيم يموت بعد كده يتحول لأسطورة وبعدين يقلبوه. فده اللي حصل لآدم اللي بقى أتوم. آدم أتوم، أوزيريس هو إدريس، لأنه وصفوه برضه أوزيريس بأنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم ولبس المخيط وتقسيم الفصول والتقويم الشمسي والنجوم والحاجات دي كلها. ودي الحاجات دي كلها تنسب إلى النبي إدريس، ومعروف أن النبي إدريس كان في مصر، وإنه هو اللي علم الناس الكتابة بالقلم والتقويم الشمسي والفصول والنجوم والحاجات دي كلها. فلا غرابة أن يكون أوزيريس هو إدريس. وبعدين نوح حتى بيكتبوها NOHA، اللي هو تعريفه في الفرعونيات إنه هو إله الماء والفيضان ومنقذ البشرية. إذا ده هو لابس تمام على نوح بتاع الطوفان. يبقى فعلا الأتوم وأوزيريس ونوح هم آدم وإدريس ونوح. ويبقى كل اللي حصل إن كان كل ما نبي من دول يموت يتحول إلى أسطورة وبعدين يتحول إلى إله يعبد. وهذا هو التخريف المستمر عبر التاريخ، وهذا هو الإفك القديم زي ما بيقول القرآن، الإفك القديم وهو تأليه الأنبياء.
ففي الواقع يعني ان التاريخ المصري يلزم اعاده كتابته، ويلزم يتعرض له نقاد كبار ويحللوه بالظبط.